هذه حياة سياسية، كل واحد بيقريها من الزاوية اللي بيشوفها مناسبة. بس هيدا القصور، ليش في شي حاكم عربي مش قاعد بقصر أموال؟ ليش في شي حاكم عربي ما معه ايه أموال؟ بس في شي حاكم كمان هرب 130 مليار دولار، اذا كان الرقم بعتقد على ذمة كمان حليف سوريا سابقا اللي نعم. هو الوزير السابق وئام وهاب، انه في حاكم عربي أنا كان بدي يعمل أجاوبك اللي هلأ عامله بشار الاسد هلأ. بحسب الصورة التي نقلها. طيب أنا بدي أسألك تحديدا يعني سؤال، اللي حكي بدي أسألك بالتفصيل عن سؤال. الموضوع هو الوزير السابق وئام وهاب. بغض النظر عن صديقنا وحبيبنا أبو هادي، هو عنده مقاربته، هو عنده قراءته وعنده معطياته، وكل حدا عنده قراءته ومعطياته، ونترك للأيام هي اللي تحدد مين اللي كانت قراءته أو معطياته أدق. هذا موضوع تاني. نحكى أنه رئيس الأسد أخذ الذهب من سوريا، صح؟ طيب طلعوا هني قالوا أنه لا، الذهب موجود في المصرف المركزي وبقيمة ملياري دولار.